دايما لما كان حد من صحابي يجي يسالني على سكوتر ان هو عايز يشتري سكوتر في نفس الوقت بسعر حنين، ما كنتش بعرف ارد عليه لان دايما اسعار السكوترات سعرها غالي، فالواحد ما كانش عارف يقول ايه. بس لغايه من قيمه سنه او سنتين نزل لنا الفيجوري. هو الاول كان اسمه حوا اكس ماكس، بقى دلوقتي اسمه الفيجوري اكس ماكس اللي هو 200 سي سي. ناس كتير طبعا بتقارنه بالاس واي ام الاس تي 200، بس احنا مش هندخل نفسنا في المقارنه قوي لان معروف ان هيبقى في فرق في الكواليتي عموما، لان برضه في نفس الوقت في فرق في السعر كبير اكتر من 12 او 15000 جنيه كمان بين الاثنين دلوقتي. بغلاء الاسعار ده علشان تجيب الاس واي ام منه هتدفع فرق سعر كبير. فخلينا مركزين دلوقتي في الفيجوري الاكس ماكس ال 200 سي سي ونعرف كل الامكانيات بتاعته. من غير كلام كتير يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاذ سعد دي قناه موتور، والنهارده هنتكلم عن الفيجوري الاكس ماكس 200 سي سي. وخلينا نخش في الموضوع على طول ونبدا. اول حاجه بالمواصفات بتاعه السكوتر. من بره كده هنلاقي ان الستايل بتاع السكوتر شكله شيك جدا، مش هتحس ان انت راكب حاجه مش شيك، لا بالعكس السكوتر شكله شيك جدا، والفانوس بتاعه بالسكينه اللي نازله معاه دي شكلهم كويس جدا وانسيابي كده. عندنا الليدات اللي نازله مع السكوتر هي دي برده شكلها كويس، لما بتنور ليد ابيض بيبقى شكلها حلو. والفانوس هنا نازل باضاءه امامي ليد وشكله عاجبني جدا، حاسس ان هو كلاسيك كده وهادي في نفسه. والسكرين اللي قدامنا ديت عشان تمنع عنك الهواء لو انت قاعد على السكوتر، انا شايف ان هي تمنع لغايه صدرك وانت مش محتاج اكتر من كده، عشان بس تبقى شايف لو انت لابس خوذه ولا حاجه فانت كده محجوب عنك الهواء بشكل كامل. اعتراضي بس بسيط لو السكرينه ديت كانت تبقى انسيابيه شويه عن كده، اللي هي تبقى مقوسه كده شويه عشان بس ما تاخدش كميه هواء كبيره وتقلل من عزم السكوتر، فدي حاجه بسيطه كانت ممكن تتعدل في السكوتر. عموما السكوتر هنا ما فيهوش اوبشنز كتير مختلفه، هو بس يديك فكره ان انت راكب سكوتر 200 سي سي شكله كويس في نفس الوقت، وتروح بيه مشاويرك وتخرج بيه وتروح بيه الشغل بتاعك والقصص دي كلها. السكوتر من قدامنا هنا فيه عداد انالوج مش ديجيتال، عادي جدا. والتوز مكتوب هنا 140، بس هو التوز بتاعت السكوتر هنا بتجيب لغايه 125 تقريبا، ممكن تجيبها معاك بالعافيه. ومفيش زراير كتير، مفيش دوشه كتير هنا بس مكان مرايات، وده زرار المارش بتاع السكوتر، وده الاضاءه ان هو بيشغل الاضاءه. وفي نفس الوقت هنا عندنا العالي والواطي والكلاكس واشاره يمين وشمال. زي ما قلت لك مفيش دوشه كتير هنا. وعندنا برده هنا المفاتيح بتاعت السكوتر نازل معاه مفتاحين، وهنا في ريموت من بعيد تقدر تدور السكوتر من بعيد، مجرد ما تدوس هنا هو هيدور من بعيد، تقدر تقفله كمان تفتحه من بعيد. اللوك بتاع الجادون يعني بشكل عام السكوتر هنا قعدته كويسه ومريحه، والشلته هنا كويسه. وبس حاسس انها بتزحلق تحت يمكن عشان الكيس بس هو الكرسي مايل لتحت شويه. وعموما الكرسي عريض ومريح كده، قعدته كويسه. وفي نفس الوقت في لو حد قاعد وراك برده في مكان كويس جدا لو حد قاعد وراك. زي ما احنا شايفين كده السكوتر شكله كويس وانا راكب فيه، مش حاجه صغيره تحتيه، لا حجمه كويس في نفس الوقت يعني شكله شيك كده. تعال برده نبص على تحت الكرسي كده، بنفتحه من هنا من المفتاح. وعندنا هنا مساحه تخزينيه ممكن تاخد خوذه هاف تقريبا. وفي نفس الوقت عندنا المساحه التخزينيه بتاعت التانك هنا حوالي 7 لتر، واستهلاك البنزين هنا بيمشيك من حوالي 20 ل 25 كيلو في اللتر. يعني ال7 لتر دول ممكن يمشوك من 140 ل 150 كيلو كتفويل التانك يعني. طبعا احنا ما اتكلمناش عن بقيه امكانيات السكوتر، ونبدا من قدام كده. والجنط هنا نازل مقاس 16، الجنط هنا عريض معاك علشان ما يتعبكش في المطبات ويمتصها بسهوله، نازل معاه بمساعدين اماميه عاديه. والطبوره بتاعت الفرامل، وهنا نظام فرامل سي بي اس ده علشان يوزع معاك الفرامل بنسبه 70 ل 30%، ويكون الموضوع فيه اوبشن كويس في ناحيه الفرامل. لو بصينا ورا كده هنلاقي ان نفس الجنط ال 16 العريض، وبرده عندنا مساعدين عاديه دي، وعرض الفرد هنا 90. عموما وانا قاعد على السكوتر كده اداء المساعدين ما كانش عاجبني قوي، حاسس ان هو ناشفه سيكه من قدام ومن ورا. لما باجي اقعد عليها كده واتحرك بالسكوتر على الواقف بعرف انا المساعدين على الواقف، يعني الطريق حلو كده كده وانت واقف على الحاجه بيبان، لو انت بتدوس على الحاجه كده بتحس المساعدين بتاخد تدي معاك ولا لا. فعموما المساعدين هنا حسيت ان هي مش احسن حاجه، بس خلينا فاكرين انها زي ما قلت لك ان انت مش هتاخد احسن كواليتي في السكوتر ده، بس في نفس الوقت انت راكب سكوتر 200 سي سي وشكله شيك وامكانياته كويسه، اللي هو زي ما قلت لك انت كده كده هتدفع المبلغ ده وهتستغنى عن بعض الحاجات. عندنا السكوتر هنا نازل بمنافله عشان لو انت هتقطع على بطاريه ولا حاجه، منافله الصغيره دي بتدور منها السكوتر. وعندنا هنا الدواسه بتاعت الجنب محطوطه في جنب السكوتر كده شكلها كويس، عشان لو حد راكب وراك ولا حاجه يحط رجله هنا. عندنا هنا برده السكوتر شكله من ورا شكله كويس جدا، وعاجبني انا الفانوس الخلفي ده. عندك دي لمبه الفرامل لما تدوس فرامل تنور، والعاكس ده. وعندك هنا الاشارات كلها ليدات شكلها حلو قوي، لما هتنور بالليل او في اي وقت هيكون شكلها شيك جدا، بالذات لو انت مدي انتظار هيكون شكلها حلو. دي حاجه هنا برضه انا استغربتها في السكوتر، ان انت ما عندكش درج امامي تقدر تفتحه وتحط فيه اي اغراض شخصيه، ودي حاجه انا ما حبيتهاش قوي الصراحه. عندك هنا بس علقه تركب فيها اي شنطه انت ماشي بيها، وعندك التخزين اللي تحت الكرسي، وعندك في الشمال هنا الوصله بتاعه اليو اس بي علشان لو انت عايز تستخدمها في اي حاجه تشحن التليفون مثلا ولا حاجه. مش عارف لو انت الصراحه جايب تليفون وعايز تثبته في حاجه، ممكن تثبته في المرايه، الحامل بتاع التليفون ممكن تثبته في المرايه، وممكن تثبته في ايه،
مش عارف الصراحه. السكوتر هنا عموما 200 سي سي، عدد الحصانه مش معروف بالظبط، بس اتوقع ان هو حوالي 15 حصان. نظام حقن الوقود هنا على كربيراتير. بشكل عام السكوتر ده اول ما نزل كان عامل ضجه من قيمه سنه تقريبا، وعشان زي ما قلت لك ان هو بيقدم لك قيمه مقابل سعر، ان هو انت بتستغنى عن بعض الامكانيات بس ما بتدفعش فلوس كتير زي ما بتروح تشتري حاجه مثلا من اس واي ام. السكوتر سعره دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه عامل حوالي 44000 جنيه. اول ما نزل من قيمه سنه ونص او سنتين، مش اول ما نزل بالظبط لان انا مش متذكر اول ما نزل سعره كان كام، بس كان تقريبا ساعتها ب 22000 جنيه. والسعر ده لو فكرنا فيه ساعتها، لا السعر ده فعلا سعر اقتصادي وممكن اي حد يشتري السكوتر ده. بس ده كانت نظره سريعه عن الفيجور الاكس ماكس 200 سي سي. انا معاذ سعد، دي قناه موتور. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.